ما تقولوليش برك مازال ما جربتوش المحشي كوسه. اليوم راني جبته لكم بطريقه سهله ماهله وناجحه 100%. الوصفه ديالنا نبداو بالرز اللي نكونوا غسلناه مليح وصفيناه ونرجعوا ننقعوه في ماء نظيف لمده نص ساعه. كل كيلو تاع الكوسه يقابلوا كاس تاع رز الحبه الصغيره. كل تفاصيل الوصفه راهي عندي على اون. ناخذ راس ونص تاع توم، نزيد له مغرفه كبيره تاع نعناع، مغرفه كبيره تاع كمون حب وشويه ملح وندقهم هكذا بالمهراز حتى نتحصلوا على هاد الكريمه. نروح نحط نصف الكميه هذه في الرز ديالنا، نضيفوا له شويه تاع لا شويه تاع الشحم تاع الكلاوي، الزيت ومغرفه تاع السمن وحبه طوماطيش غابي، والبهارات حنكتبهم لكم تحت لا فيديو. نخلطوهم مليح حتى يتجانسوا المكونات. اما بالنسبه لنقل الكوسه راني مخليت لكم الطريقه بالتفصيل، تلقاوها في لا ستوري على اون. من بعد ما نقرنا الكوسه تاعنا نروحوا نغسلوها من الداخل ومن برا ونقطروها، نروحوا نعبوها كامل بهذاك الحشو كما هو موضح في الفيديو. لازم ما نعمروهاش بزاف باش ما تطرطق لكمش في الطنجره. ناخذ طنجره كبيره نصفوا فيها لي كتله تاعنا ولا شرائح اللحم اللي نكونوا قليناهم على الجانبين مع رشه 7 بهارات. نروحوا نصفوا الكوسه تاعنا ولا القرعه ديالنا، نبداو من الحبات الكبيره للحبات الصغيره بالطريقه الموضحه عندنا في الفيديو. نزيدوا عليها الكميه تاع الثوم هذاك وناخذوا 3 مغارف كبار تاع طوماط كونسونطري، ملح 7 بهارات وشويه فلفل كحل بالماء، ونديروا لها التقاله فوق منهم باش ما يفلشوش مع رشه تاع النعناع. اول شيء نخلوهم على نار قويه لمده 4 ساعات ومن بعد نخلوهم لمده ساعه يطيبوا على نار هاديه. وراني خليت لكم البديل تاع التقاله. من بعد ما طابت الكوسه تاعي نصفوها بهذه الطريقه اللي موضحتها لكم في لا فيديو باش ما يتكسروا لكمش الحبيبات. هذه هي وصفه نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. جربوها اكيد راح تعتمدوها. سلام.